بوظ الثروه السمكيه. طب ازاي؟ معقول الخلطه اللي بنعملها هي اللي بتبوظ؟ السلام عليكم متابعي حكاوي وصوت ومنوعات، اهلا بحضراتكم جميعا. النهارده يا جماعه يوم جديد وطلعه جديده. رحنا فين؟ رحنا صرف المزارع اللي قلت لكم عليها قبل كده يا جماعه، اللي هو ما بين مزارع السمك اللي بيخش بواسطه من الاخر يعني. وفي ميات كتير على فكره يا جماعه بره بتاكل برده حلو يعني. دي ساعات ما بتاكلش معانا، دي ساعات ما بتاكلش معانا، بنطلع والله بره ربنا بيرزقنا وبنتراضى احلى مرضيه يعني. فربنا يسهل. النهارده نازلين بالغله ونازلين بالذره يا جماعه. دي الخلطه هي اللي الناس بتتكلم عليها، دي الخلطه اللي الناس بتتكلم عليها. مش عارف يا جماعه، في ناس انتقدتني، ناس هم قليلين بصراحه يعني، هم في اللي انتقد قليل جدا، مش عارف ليه، هو مش فاهم. فاحنا سبحان الله احنا شعب يا جماعه عندنا ثقافه الانتقاد والتقطيع، بنقطع في بعض من غير ما نعرف يعني، من غير ما نعرف. بيقولوا لي انت بتبوظ الثروه السمكيه، انت بتضر السمك، هم مفكرني شغال بايه يعني. دي خلطه يا جماعه حاجات عاديه خالص من اللي احنا بناكلها. عيش الخلطه يا جماعه اللي سالنا عليها قبل كده وكتبت للناس في التعليقات عليها، ابسط ما يكون الناس كلها والصديق كلها عارفينها، بس انا بنزلها للي مش عارف، للي مش عارف يا جماعه. الخلطه عباره عن ايه؟ اللي عايز وحابب، عشان اللي بيسال في الكومنتات، دي يا جماعه شويه دقيق. الكميه تقول الكميه قد ايه حسب اللي انت هتحطها، المهم ما تكونش ربطه، ما تكونش عجينه. شويه دقيق، رغيفين عيش بتكسرهم وتفرفتهم اول تحطهم معاها، شويه توم بودره، شويه خميره سريعه، شويه بودره لو عايز تغير اللون، شويه بودره دم غزال من عند العطار ب5 جنيه بيعطيك شويه حلوين. بتحط نصهم على ازازه زي ديت وبترجهم. وطبعا بتحط الخميره قبل الصوت بكام ساعه بس يا جماعه عشان خطر، وتخلي فيه مسافه، تخلي فيه مسافه ما بين يعني مسافه فاضيه بحيث الخميره تتفاعل، ما يحصلش فيك زي ما حصل الفيديو اللي فات فرقعت في وشي. طبعا ده قضاء وقدر وانا مش زعلان، وانا قصدت انزله يا جماعه علشان اعرف الناس اللي انا عملته غلط، عشان ما حدش يقع في نفس الغلط بتاعي. وناس علقت كتير وقعوا في الغلط والاخطاء ديت، مفيش مشكله، وضحكنا واتبسطنا. وطبعا يا جماعه مش هنكتر في الكلام علشان المقدمه ما تبقاش طويله. انا قلت لكم دلوقتي المقادير كلها دي عشان ايه؟ دي علشان نجمع السمك في المكان اللي احنا فيه. خلطه زفره وليها ريحه عشان تجمع السمكه وتجذبها من المكان البعيد تقربها لنا في المكان اللي بنصطاد فيه. الموضوع سهل وبسيط، عيش ودقيق، حاجات كلها توم بودره، حاجات كلها بناكل، حاجات طبيعيه. عشان اللي انتقدني ومفكر ان انا بحط سم ولا بحط حاجه مضره في الميه، احنا الحمد لله عارفين ربنا كويس يا جماعه، وما بنعملش حاجه تاذي حد ولا تاذي الثروه السمكيه. احنا بنحافظ على الثروه السمكيه على قد ما نقدر، مش كتر في الكلام. وتابعونا ان شاء الله نعمل فيديو كويس وربنا يقدم لنا الخير، ولو في حاجه هصورها لكم. تابعونا ونهاركم زي عسل ان شاء الله. ايه يا عم احمد، انت فتحت؟ لسه برضه هاديه يا جماعه، بطيئه، ماهاش يعني قد كده بصراحه الغله لسه، مانيش عارف ايه لسه والله. بقر احمر اهو، انت مشنكل كمان.
احمر ما يتاكلش. ارجع الماء تاني يا احمد ده. يلا صلى على النبي يا احمد. ايه الغله ايه يا احمد؟ ان شاء الله الغله يا جماعه مع التراوه بدات هي تتحرك شويه. يومكم زي العسل ان شاء الله. اعرف معالي الترع ده واعلم عليه بقى. صلوا على النبي يا احمد. هي ما بتاكلش الا في الساعه دي بس. سبحان الله. غله يا جماعه. حلوه اهي. اوبا الغله يا باشا. اعمل ايه بقى؟ ننقل ولا نعمل ايه؟ المفروض انا شغال بكارك دلوقتي. يعني الطبيعي بيقول ان احنا مسافرين غله يا جماعه. مع المرايه يا احمد. اه غله ايه يا احمد؟ هنغير المكان يا جماعه لان في كراكه هنا بتطهر حوالينا هنا في الاراضي وهتبوظ الطريق ومش هنعرف نرجع بالعربيه. فمش عايز اطول عليكم برضه. مش عارفين الدنيا هتبقى فيها ايه في النقله ديت. فتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو نقلنا والدنيا ظبطت هصور لكم يا جماعه ان شاء الله السمك اللي هنجيبه وهصور لكم كل حاجه. الدنيا ما ظبطتش يبقى ده نهايه الفيديو. تحياتي للجميع.